أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل كوفي توك ويز سماسيمو. وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. قررت ان انا هسجل لكم بالمايك لان في شيء بره عامل دوشة جدا جدا، فاعتقد ان انتوا مش هتسمعوني وطرحتي بايظة يا جماعة. يعني خلاص بقى، خلاص احنا بقينا اهل. المهم، اتحمست وزودت هايلايت وكده، مش عارفة عاملين ايه. يا رب تكونوا بخير. مبدئيا انا عندي هنا شاي بلبن لان انا فطرت من شويه، فعملت لي شاي بلبن خطير. هبقى اشارككم الطريقه على القناه التانية. فقبل ما نبدا الفيديو، روحوا هاتوا حاجه تشربوها، ورقه وقلم. ورقه وقلم اهم حاجه. وبرضو ما تنسوش تشتركوا هنا في القناه وتشتركوا في قناتي التانية وتفعلوا زرار الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوتيوب هتلقوا اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. ويلا بينا نخش في الفيديو. في الفيديو ده احنا هنعمل خطة، او انا هعمل خطة وجاية اشاركها معاكم، بحيث ان انتوا ممكن تفيدكم، ممكن تاخدوا منها اي نقطة معينة تطبقوها في حياتكم. ممكن اقول حاجة تلفت انتباهكم لحاجة تانية، لانه طبعا اكيد يومي غير يومكم، اهتماماتي غير اهتماماتكم، هكذا. بس انا قررت ان انا هشارككم الخطة اللي انا ان شاء الله نويت ان انا اعملها، واخدت القرار ان انا هستمر فيها طول شهر رمضان، وان شاء الله انتوا كمان تستفيدوا من اللي انا هقوله لكم ده. هاتكلم عن نفسي. أنا كل سنة، عارفين انتوا حماس بداية السنة الجديدة، أنا هاعمل وهاسوي وهختم المصحف كله في يوم واحد، وكل سنة باعمل كده. وللأسف بابقى متحمسة أول يومين 3، وبعد كده باتسحل في المسلسلات، بانزل بعد الفطار بالفلف أشوف الشوارع، أشوف الأجواء الرمضانية، الروحانيات طبعًا بتبقى تحفة. بس أنا فعلًا والله العظيم يا جماعة واخدة القرار ونويت إن أنا فعلًا، فعلًا رمضان ده هيكون غير أي رمضان عدّى عليَّ لعدة أسباب هاقولها لكم، وفي أسباب شخصية أنا مش حابة إن أنا أتكلم فيها. بس هاقول لكم إن رمضان اللي فات يمكن كان من، يعني مش عارفة أقول إيه، بس رمضان اللي فات أنا كنت لسه والدة بقى لي شهرين ونُص، وكان نومي بايظ، وكنت باصحى كل يوم الساعة 04:00، 05:00 كنت باصحى باجري عشان ألحق بس أعمل لأحمد حاجة يفطر، لإن أنا طبعًا أنا ما صُمتش بصراحة، لإني كنت تعبانة، وأنتم عارفين إن بعد الولادة بفترة طويلة الواحد ما ينفعش يصلّي، يصوم، حاجات زي كده يعني. وكمان عشان كان اللبن عندي قليل أوي، فالدكتور قال لي مش هتقدري تصومي، فإن شاء الله تبقي تعوّضيه وكده. المهم يعني إن رمضان اللي فات ده عدّى عليَّ بجد، ده كان من يمكن مش عايزة أقول من أوحش الرمضانات، أو يمكن كان من أكتر الرمضانات اللي قصّرت فيها في حياتي كلّها. كنت باصلّي مرّة، 10 لأ، كنت ما كنتش باصوم، ما مسكتش المصحف خالص، خالص. أنا ما مسكتش المصحف خالص. أنا عاملة الفيديو ده عشان أأنِّب نفسي وافتكر أنا عملت إيه رمضان اللي فات، وعشان يكون حافز إن أنا طلعت وقُلت إن أنا هاعمل كذا، كذا، فما أقدرش إن أنا أراجع في كلامي إن أنا بادبّس نفسي يعني. فرمضان اللي فات ده بجد كان صعب أوي، وما عملتش فيه أي حاجة، ما دعيتش بيه، ما دعيتش في أي حاجة، ما دعيتش أي دعوة، ما قُلتش أي ذكر، ما قُلتش أي حاجة خالص، خالص. فأنا قررت إن أنا رمضان ده بجد هالتزم جدًا في الصلاة، هاختم بإذن الله، هاحافظ على أذكاري، هاحافظ على الذكر، هاحافظ على الأدعية بتاعتي. أنا بقى ليه عايزة رمضان ده يكون مختلف؟ أنا مش عايزة رمضان ده بس يكون مختلف، أنا عايزة رمضان ده يكون بداية لحاجات كتير أوي أنا عايزة أعملها، وكنت مستنية رمضان عشان أعملها. عايزاه يكون بداية لفعلًا التزام تام في الصلاة في مواعيدها، بالنوافل. عاوزاه يكون التزام إن أنا أحافظ على أذكار الصباح والمساء، التزام إن أنا يبقى على لساني الذكر، الصلاة على النبي، سبحان الله، الحمد لله، الحوقلة، الحاجات دي كلها. فلمّا أنتم بتقعدوا فترة تستمروا على حاجة، أنتم خلاص بتعملوا روتين، بتثبّتوا حاجات، فبتعملوا روتين في مخكم، خلاص بيبدأ يسيستم إن أنتم في الساعة كذا هتقولوا كذا، في الساعة كذا هتعملوا كذا. تمام. زي مثلًا كده واحد بيروح الشغل، فأنت already كده يوم أجازتك بتصحى بدري، ليه؟ ما أنت بقى لك كتير أوي بتصحى بدري وتروح الشغل، فطبيعي يوم الأجازة هتصحى بدري. فإحنا هنستغل رمضان إن هو يكون بداية تغيير، مش بس مجرد شهر وهيعدّي، لأ إحنا هنغيّر حاجات كتير في نفسنا. طيب، أول حاجة عشان نلحق إن إحنا نعمل كل ده، طبعًا إحنا ستات البيوت معانا أطفال، عندنا لو واحدة بتشتغل، البيت، المسؤوليات، الحاجات دي كلّها. فأول حاجة، أول حاجة لازم نثبّتها إن إحنا هنصحى بدري. طيب، هنصحى بدري مثلًا الساعة كام؟ أنا قُلت لكم إن دي خطة أنا حاطاها لنفسي وطالعة أشاركها معاكم، كل واحد بقى براحته.
أنا بالنسبة لي كأسماء كنت واحدة باصحى السنة اللي فاتت الساعة 05:00 الساعة 04:00، فأنا عايزة إن أنا أصحى في رمضان قبل الضهر ما يأذن، يعني قبل الضهر ما يأذن أكون صحيت وصليت وقريت القرآن بتاعي وقُلت الأذكار، وبعد كده الضهر يأذن أصلّي، أقعد برضه أكمّل الحاجات اللي ورايا، وبعد العصر بساعة أبدأ إن أنا أدخل المطبخ، يبقى واحدة، واحدة كده عشان ما تتوهوش منّي، وقُلت لكم روحوا هاتوا ورقة وقلم واكتبوا الحاجات اللي أنا هاقولها لكم، وسستموها أنتم بقى على يومكم هيمشي إزاي. يبقى أول حاجة هنصحى قبل الضهر، دي أنتِ عشان تكمّلي اليوم صح لازم تعملي كده، عشان نكمّل اليوم صح ونلحق نخلّص كل اللي ورانا لازم هنصحى قبل الضهر. يعني أنا طبعًا كاتبة يومي هيمشي إزاي وكاتبة كل حاجة عندي، إن أنا هاصحى قبل الضهر، هاصلّي، هاقول الأذكار، هامسك المصحف، هاقرأ على الأقل أنا مثلًا المفروض إن إحنا بعد كل صلاة بنقرا مثلًا 4 صُفح، فأنا هاقول مثلًا نُصّهم، ليه؟ أنا هيبقى عندي بقى وقت فاضي مش باعمل حاجة، يعني أنا هاصحى بدري عشان أعمل العبادات بتاعتي اللي أنا ممكن أقصّر بيها على مدار اليوم، إن أنا مثلًا هاتلهي في الأكل، هاتلهي مع بنتي، هاتلهي مع التنضيف، هاتلهي مع التصوير، فاهمين قصدي؟ فأنا عايزة أصحى بدري عشان أصلّي، أقول الأذكار، أذكر ربنا، أدعي وأقرأ القرآن بتاعي الصبح. يعني أنا هاصحى عشان أعمل الحاجات دي، هاصحى بدري للسبب ده بس، عشان يبقى معايا طول اليوم للأكل والتنضيف ولو هاشتغل، لو هاعمل وهكذا. طيب صحينا بدري الحمد لله وصلينا وخلّصنا الحاجات بتاعتنا القرآن والذكر والأدعية والكلام ده كله، نيجي لتاني نقطة مهمة جدًا، جدًا، أنتم عارفين إن رمضان بقى موسم للمسلسلات والحاجات الجديدة والواحد بقى عمّال شايف مليون مسلسل. بُصّوا هاقول لكم على حاجة، أنا لو قُلت لكم إن أنا مش هاشوف مسلسلات في رمضان، فأنا قبل ما هاكون باكدب عليكم، فأنا باكدب على نفسي. أنا واحدة باحب أعيش الأجواء بتاعة رمضان كلّها، اللي هو بقى الروحانيات وإن برضه في مسلسل جديد أنا واحدة باحب كده، بس أنا قررت عارفين أنا رمضان اللي فات والله العظيم ما في مسلسل ما شُفتهوش، شُفت كل المسلسلات اللي جات، عارفين من كتر ما المسلسلات كتير بعد خلاص ما أفطر وأشيل الأكل بقيت أكسّل أغسل المواعين، لأ أنا هاقعد مثلًا أخلّص الشغل بتاعي وبعد كده أشوف المسلسل، خلص اللي بعده، اللي بعده، اللي لحد السحور وأنا قاعدة باشوف مسلسلات. لحد السحور وأنا قاعدة باتفرّج على المسلسلات. فهو الأفضل إن إحنا طبعًا ما نشوفش مسلسلات، بس أنا باقول لكم أنا واحدة عايزة أعيش رمضان بكل حاجة حلوة فيه، بمسلسلاته بكل حاجة حلوة فيه، بس أنا بدال ما هاشوف كل المسلسلات، أنا هاشوف أكتر يعني أنا شُفت المسلسلات اللي نزلت، أنا دلوقتي عارفة مين أكتر ممثل أنا باحبه وأحب أتفرّج عليه في رمضان، فأنا اخترت مسلسلين هاشوفهم في رمضان، واحد هاشوفه وأنا باجهّز الفطار هابقى مثلًا أنتم عارفين إن أنا معايا موبايل تاني، هابقى مشغّلة الموبايل وحاطة الairpods ومشغّلة الحلقة، وأنا باعمل في الفطار هابقى باسمع وبابُص كده باشوف المسلسل، كده هابقى إيه، ما ضيّعتش وقت، لأ أنا باجهّز فطاري واضبّط دنيتي وبرضه شُفت المسلسل اللي أنا عايزة أتفرّج عليه، بس وأنا باشوف المسلسل وأنا باغسل المواعين وأنا باعمل الفطار، أنا برضه يعني أنا عاوزاكم الذكر يكون على لسانكم طول اليوم، وأنتم بتغسلوا المواعين، وأنتم بتتفرّجوا على مسلسل، وأنتم بتجهّزوا الفطار، وأنتم بتاكلوا، الذكر كده يكون في بالنا دايمًا، 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 نكتب كده إيه الحاجات اللي إحنا عايزين نقولها، وطول ما إحنا بنعمل أي حاجة نقول، طول اليوم نقول، نقول، نقول الذكر والحاجات دي. فدي أول حاجة أول طريقة هاشوف بيها أول مسلسل. تاني مسلسل هاشوفه إزاي، طبعًا أنتم عارفين في رمضان بقى مع التنضيفات، مع لو واحدة عندها طفل، لو أنتِ مثلًا بتشتغلي، مع السحلة بتاعة طول اليوم هنصحى بدري طبعًا، أنا كأسماء أحب إن أنا يبقى آخر اليوم ليّا الme time بتاعي. فمثلًا داليدا خدت nap بعد الفطار، خدتها قبل السحور، أيًا كان بقى هتكون إمتى، أحب إن أنا أقعد مع نفسي، أفضّي دماغي، أكتب حاجات عايزة أعملها، أفكّر أنا هاعمل أكل إيه بُكرة، أفكّر حاجات البيت ناقصها، أفكّر هنحتاج إيه مثلًا للعيد، أفكّر هاخد إيه مثلًا وأنا مسافرة على العيد، أحب إن أنا كده أقعد آخد الme time وأبقى باشرب حاجة مثلًا باحبها وأتفرّج على المسلسل التاني، بس. ده اللي أنا نويت وقررت إن أنا إن شاء الله هاعمله، أنا اخترت أكتر 2 ممثلين أنا باحبهم جدًا وقررت إن أنا هاتفرّج على مسلسلاتهم في رمضان. فصدقوني لمّا تعملوا كده مسلسل وأنتم بتطبخوا، بتغسلوا مواعين، بتعملوا أي حاجة، وواحد تاني يكون بقى إيه، مكافأة بقى ليكم آخر اليوم بعد الصيام والفرهدة والتعب اللي أنتم تعبتوه طول اليوم، فبرضه الواحد من حقه إن هو يقعد يرتاح، يشوف حاجة، يشرب حاجة بيحبها،
وهكذا. فدي طريقتي اللي أنا هاتفرّج عليها في المسلسلات، لكن أنا مش هاسحل نفسي خالص في 10، 15 مسلسل زي السنة اللي فاتت، وأضيّع رمضان والصلاة والصوم والحاجات دي كلّها، لإن طبعًا إحنا عارفين إن المسلسلات دلوقتي بقى فيها رقص، بقى فيها لبس عريان، بقى فيها كلام صريح مش كويس، بقى فيها إيحاءات مش كويسة، فعاوزين برضه نخلّي بالنا من اللقطات اللي بتيجي دي، إن إحنا نتحكم في الريموت وإن إحنا نعدّي كل الحاجات دي كلّها. طيب تالت حاجة برضه مهمة وهي الscrolling على السوشيال ميديا. إحنا بنصحى من النوم بنمسك الموبايل. بُصّوا أنا هاقول لكم حاجة، أنا أصلًا في يومي الطبيعي أنا ما بيبقاش عندي وقت كبير جدًا إن أنا أقعد scrolling وأحط ستوريهات والحاجات دي كلّها، واللي متابعني على الإنستجرام هيبقى عارف كده، أنا ممكن أقعد يومين 3 ما انزّلش أي story لإني أصلًا مش فاضية أمسك الموبايل، أنا باصوّر، بامنتج، باشتغل، باكتب حاجات، باهتم ببيتي، باهتم ببنتي، باهتم بنفسي، فأنا مش فاضية أصلًا إن أنا أقعد scrolling على التيك توك. التيك توك ده والله أنا ممكن أفتحه مثلًا مرّة واحدة في اليوم، أقلِّب شوية وخلاص على كده. الإنستجرام يمكن بافتحه أكتر عشان مثلًا شغلي عليه والكلام ده كلّه، لكن برضه ما باقعدش بقى إن أنا أشيّر ستوريهات وأتكلّم مع حد، لأ بافتحه أشوف مثلًا مثلًا أنا شغلي وصل فين، الفيديو بتاعي جاب كام view، حد باعت لي message مهمة، مش عارفة إيه الكلام ده كلّه. لكن أنا عادةً ما عنديش وقت إن أنا scrolling في الإنستجرام والتيك توك، وطبعًا أنتم عارفين برضه أنتم تقلّبوا كده تلاقوا فيديو ديني، اللي بعده تلاقوا فيديو رقص، فمش عايزين إن إحنا نضيّع صيامنا على حاجات ما لهاش لازمة. بُصّوا يا جماعة أنا عارفة إن الواحد لمّا بيبقى متعوّد على أنا برضه حاسة إن أنا داخلة على حاجة صعبة أوي، إن القرار اللي أنا خدته ده، بس أنا حاسة إن الموضوع يستاهل. أنا عندي أدعية كتير أوي نِفْسي ربنا يستجيب ليّا، نِفْسي ربنا يسمعني، نِفْسي أقرّب منّه، نِفْسي أصلّي كده وأبقى حاسة كده، حاسة إن أنا مرتاحة، حاسة إن أنا يعني حاسة إن أنا ربنا سامعني، حاسة إن أنا ربنا جنبي، حاسة إن أنا ربنا قريب منّي. فأنا عايزة أستغل رمضان ده كل ثانية فيه عايزة أستغلّها إن أنا عايزة أدعي حاجات كتير أوي نِفْسي فيها، ورمضان فرصة لبداية تغيير كبير، ولو أي حاجة نِفْسكم فيها صدّقوني ما فيش أي حاجة طبعًا ربنا قادر على كل شيء، فاستغلّوا الوقت ده إن أنتم فعلًا تبطّلوا مسلسلات، تبطّلوا social media. مش كل يوم لازم ننزل ونتمشى في الشوارع ونروح هنا ونتجمّع عند أصحابنا، عادي انزلي مثلًا مرّة، مرّتين في الأسبوع، لكن الأفضل إن إحنا طبعًا نقعد في البيت نصلّي التراويح، نختم، ندعي، نذكر ربنا، أكيد الحاجات دي هتكون أهم من كده. كده إحنا صحابنا بنشوفهم على طول، مسلسلات رمضان طول السنة بتيجي مسلسلات رمضان، لكن رمضان هييجي مرّة واحدة بس في السنة، والله أعلم رمضان الجاي لمّا ييجي إحنا هنكون أصلًا موجودين في الدنيا والّا لأ. طَب إيه الحاجات التانية اللي إحنا برضه ضروري نعملها لو إحنا عايزين نوفّر وقت وتعب ومجهود في رمضان ونخلّي أكبر وقت للعبادات وكده، إن إحنا طبعًا هننزل هنجيب المشتريات بتاعتنا قبلها كل رمضان، نبقى مأمِّنين نَفْسنا، عندنا كل حاجة في خزين الدولاب، عندنا كل حاجة في التلاجة. وأكتر حاجة بتاخد وقت إن أنتِ تبقي مثلًا هتعملي كفتة، فمثلًا إيه، الكفتة أنتِ لسه هتطلّعي اللحمة، ولو اللحمة مش مفرومة هتفرميها في الكبة، وبعد كده تحطّي لها البصلة، وبعد كده تحطّي التوابل وتسيبيها شوية في التلاجة عقبال ما تدخل كده مع بعضها، فكل ده بياخد من وقتِك. فإيه الأفضل إن إحنا هنجيب حاجاتنا هنتبّلها ونحطّها في أكياس وندخّلها الفريزر، هي شهر واحد بس، الحاجة مش هيحصل لها حاجة. أنا عارفة إن في ناس ما بتحبّش تتبّل، يعني جوزي ما بيحبّنيش أتبّل أي حاجة واشيلها في الفريزر، بس أنا ناوية إن أنا بجد قُلت له: "أنا أي حاجة هنجيبها أنا هاتبّلها، كفتة هاتبّلها واشيلها، لحمة حواوشي هاتبّلها واشيلها عشان أطلّع الحاجة تفُك، أبدأ إن أنا أجهّز على طول." عندكم عزومة هنبدأ برضه إن إحنا نجهّز لها من قبلها بيوم، عشان إن أنتم مثلًا تقدروا تقعدوا مع الناس، ما تبقاش متضايقين إمتى بقى الناس دي تمشي بقى، إحنا زهقنا، إحنا تعبنا، إحنا عايزين نريّح والكلام ده كلّه. أنا عارفة طبعًا إن في بنات صغيّرة بتتفرّج عليَّ، فحابة برضه أنصحكم إن أنتم بدال ما تقعدوا برضه تشوفوا فيديوهات وتتفرّجوا على ده وعلى ده ويظهر لكم فيديو كده أو فيديو كده، الأفضل مثلًا إن أنتم لو عندكم وقت فراغ مش عارفين تعملوا فيه أي حاجة، الواحد بيكون عايز
الواحد بيكون عايز يسلي صيامه يعني، ممكن تحمّلوا لعبة، ممكن تجيبوا أي لعبة تانية تلعبوا بيها غير إن أنتم تقعدوا تتفرّجوا على فيديوهات عشان برضه ما تظهرلكوش أي حاجة مش كويسة فتبطل صيامكم. أنا في شهر رمضان أنا هاكثّف في عبادات، هاكثّف في عبادات، هاطلّع صدقة، إن شاء الله أطلّع صدقة كل يوم لو بمبلغ قد كده، بس نحاول إن إحنا نطلّع صدقات كتير غير طبعًا الزكاة، يعني أعتقد إن دي حاجة ودي حاجة. عاوزة أقول لكم برضه حاجة مهمة أنا ناوية أعملها في رمضان، أنا في ناس كتير جدًا، جدًا من قرايبي وصحابي وحبايبي، يعني ناس باحبها أوي، بس أنا بقى لي كتير جدًا ما كلمتهمش، بقى لي كتير جدًا ما أعرفش أخبارهم، فأنا ناوية إن أنا اللي هي صلة الرحم، إن أنا إن شاء الله هاكلمهم كلّهم قبل رمضان، كل الناس اللي أنا بقى لي شهر وشهرين و3 ومن ساعة فرحي ناس ما شُفتهاش، هاكلمهم هاقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، صدقوني يا جماعة عارفين لمّا يبقى تخيلوا كده إن أنتم تبقوا في حد بتحبوه أوي وبقى لكم فترة طويلة ما شفتوش ولا اتكلمتوا معاه، وتلاقوه بيرن عليكم فجأة، أنتم هتبقوا مبسوطين، فأنا عاوزاكم خلي بالكم دي برضه يعني تعتبر صدقة إن أنتم تكلموا حد وتجبروا بخاطره وتقولوا كل سنة وأنت طيب، وتقولوا أنت وحشني أوي أخبارك إيه، فصدقوني برضه أنا حاسة إن الموضوع ده حلو أوي، فأنا فكرت فيه إن أنا في ناس كتير أوي بقى لي كتير أوي ما كلمتهاش، ناس قرايبي جدًا، جدًا وناس بيحبوني وأنا باحبهم، بس للأسف الدنيا تلاهي، أنا ملهية وهُم ملهيين، فأنا قررت إن أنا هاكلّمهم كلّهم، كتبت أساميهم عشان ما انساش حد، وكلّهم إن شاء الله هاكلّمهم قبل رمضان، ودي هتكون برضه خطوة إن أنا هاقعد يعني مش هاقعد فترة طويلة أوي كده بالشهور ما اكلّمهمش، لأ أنا كل فترة هاكلّمهم، كل فترة هارِنّ عليهم، كل فترة هاتطمّن عليهم، هاحاول لمّا أروح عند ماما إن أنا أزوّد مثلًا يوم، يبقى مثلًا اليوم ده أنا في اليوم ده هاعدّي على كل قرايبي اللي بقى لي سنين ما شُفتهمش، أروح لهم وأسلِّم عليهم وأقعد معاهم وأتكلّم معاهم، دي برضه أنا حاسة إن حاجة حلوة أوي، أنا أصلًا من ساعة ما اتجوّزت وأنا مقصّرة مع ناس كتير جدًا من قرايبي ومن صحابي، بس يمكن عشان أنا متجوّزة بعيد شوية، فلأ أنا ناوية برضه إنه إن شاء الله بإذن الله يعني هاخلّي مروحي عند ماما مستمر، وزي ما قُلت لكم إن أنا هاروح لقرايبي وصحابي اللي أنا بقى لي كتير جدًا ما شُفتهمش يمكن من ساعة فرحي من سنتين وأكتر، وهابدأ إن أنا أتواصل معاهم ونخلّي كده في علاقة بيننا، نخلّي في كلام، حاسة برضه إن الموضوع ده هيفرق معايا جدًا. طبعًا كل اللي يقدر إن هو يعمل شنط رمضان يعمل كده، إن شاء الله حتى لو هتطلّعي شنطة، شنطتين، صدقوني أنا عارفة إن في ناس ما شاء الله على اليوتيوب بتعمل شنط كتير أوي، على فكرة دي حاجة حلوة إن أنتم لمّا بتشاركوا حد حاجة زي كده، في ناس بتقول لأ واللي بيعمل حاجة ده خير بينه وبين ربنا وما ينفعش إن أنتم تصوّروا حاجة زي كده، أنا بالنسبة لي شايفة إن دي حاجة تحفّز ناس تانية إن هي تاخد خطوة زي كده، يعني أنا لمّا باشوف فيديو إطعام أو فيديو شنط رمضان، أنا والله العظيم يا جماعة بابقى نِفْسي أعمل كده، بابقى نِفْسي أعمل كده، بس طبعًا كل واحد بيعمل على قد ما ربنا يقدّره وما حدّش عارف ظروف حد، بس لو أنتم تقدروا إن أنتم تعملوا كده، لو شنطة واحدة، لو شنطتين بس، لو هتعملوا إطعام ب500 جنيه، صدقوني ده هيفرق معاكم أنتم جدًا، ربنا هيبارك لكم وهيزيدكم. طبعًا إحنا كُلّنا عارفين يا جماعة إن الإطعام بيوسّع الرزق، بيفُك الكرب، بيبارك في البيت، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يقدّرني وإن أنا أقدر أعمل حاجة زي كده في رمضان، يعني إن شاء الله بإذن الله، فحاولوا برضه إن أنتم تعملوا كده لو كانت في مقدرتكم، إن شاء الله حتى لو هتزوّدي مثلًا حتّة لحمة، حتّة فرخة وشوية رُز، كبشة رُز، أنتِ كده هتبقي عملتِ وجبة لحد، فمش لازم إن إحنا نعمل بقى 100 وجبة والحاجات دي كلّها لأ، يعني شوية رُز حتّة فرخة خلاص أنتِ كده أطعمتِ حد، حتى لو وجبة واحدة بس. عايزة أقول لكم بقى 3 أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبهم أوي وكان بيقولهم في رمضان، أنا شُفت شيخ بيقولهم أنا بصراحة مش فاكرة اسمه، بس أنا كتبتهم عندي وقُلت إن أنا هو كان بيستمر عليهم في رمضان وطول الوقت، وهُم طبعًا تأثيرهم كبير أوي، أوي على حياتنا، فأنا هاقولهم لكم وهاكتبهم لكم هنا على الشاشة عشان أنتم كمان تكتبوهم. أول واحد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تاني واحد اللهم اعتقنا من النار. تالت واحد اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ال3 دول سيدنا محمد كان بيقولهم في رمضان، فأنا لمّا شُفت الشيخ بيقول كده كتبتهم عندي عشان برضه إن شاء الله أقولهم. عايزة أقول لكم بقى حاجة مهمة ودي هتكون آخر حاجة هاتكلم معاكم فيها، وهي إن أنا عاوزاكم تكتبوا عشان ما تنسوش حاجة، أنا عملت كده، أنا عندي هنا أنتم عارفين إن أنا باكتب كل حاجة في الكشكول ده، كتبت صفحة مثلًا، صفحة
الدعاء مثلًا توسيع الرزق، فك الكرب، سداد الديون، الأدعية اللي هي بتكون ليها علاقة بالحاجات دي. الأدعية مثلًا اللي هي تخلّي ربنا يغفر لنا ويسامحنا ويعفو عنا. الأدعية مثلًا ربنا يبارك لنا في بيتنا، في حياتنا، في رزقنا، في مرتبنا، في فلوسنا، فاهمين؟ فأنا عاوزاكم تكتبوا الأدعية. أنا عارفة إن إحنا بنشوف أدعية كتير جدًا، جدًا، وباعمل لها كلّها save وفي الآخر ما باقولش منها حاجة، لإن أنا بانسى إن أنا أصلًا عملت لها save. فقررت إن أنا كل دعاء هابقى عايزة هاشوفه وهاحس إن أنا عايزة أقوله، هاكتبه عندي، ودي هتبقى بقى ملازماني طول رمضان. إن أنا هافتح الصفحة بتاعتي اللي أنا كاتبة فيها الدعاء وهادعي، هادعي من الصفحة. هامسك كده الكشكول وهادعي منّه، أشوف إيه الأدعية اللي أنا كاتباها، إيه الذكر اللي أنا كاتباه، وهابدأ إن أنا أدعي منّه. يعني أنا كاتبة برضه عندي هنا الحاجات دي، في حاجات كاتباها وفي حاجات على الموبايل لسه هانقلها. كاتبة هنا اللي هم الاستغفار، يعني الذكر اللي أنا هاقولهم إن شاء الله في رمضان: الاستغفار، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي. والصلاة على النبي بس بالطريقة الإبراهيمية، اللي هو اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللي هي الصلاة الإبراهيمية دي تحفة، سحر، سحر بجد لكل حاجة. فأنا عاوزاكم تكتبوا كل الحاجات اللي أنتم عايزين تعملوها، عاوزاكم تحفّزوا نفسكم بالكتابة، وإن أنتم ممكن تعملوا جدول. فاكرين زمان لمّا كنا بنروح المسجد ونعمل جدول، كل ما نصلّي الضهر نعلّم، كل ما نصلّي العصر قُلنا الأذكار نعلّم، حفظنا كده. عاوزاكم تعملوا كده. الحاجات دي هتحفّزكم ومش هتخلّيكم تنسوا. أنا بانسى بطريقة مش طبيعية، فأنا هاعمل كده، إن أنا هاعمل جداول للأدعية، للأذكار، للذكر، للصلاة، هاعمل جداول لكل حاجة وهاعلّقها على التلاجة، لإن ده هيبقى أكتر مكان أنا باقف فيه طول اليوم، فهابقى شايفة الحاجة قدّامي. وحاجة مهمة، إن أنا أول ما أسمع الأذان يأذن، أنا هاسيب اللي في إيدي أيًا كان إيه هو، لو باعمل طبخة في النُص هاقفل النار وأروح أصلّي الأول وآجي أكمّل الطبخة. كده ما فيش ولا صلاة هتفوتني. لكن أنا لمّا مثلًا باكون باعمل حاجة، طَب ماشي أنا ه ه ه ه هاقفل البوتاجاز، هاخلّص بس اللحمة دي وهاروح أصلّي. أخلّص اللحمة، أبُص في الحوض ألاقي في مواعين، أغسل المواعين، طَب أنا هاغسل المواعين دي وأصلّي. أبقى رايحة أتوضّى، أبُص في الreception ألاقي المخدات واقعة، طَب أنا هاروّق الرُكنة دي وأروح أصلّي. داخلة الحمّام، أبُص على الأوضة، ألاقي النور مفتوح بتاع التسريحة، أروح داخلة هاقفل النور، ألاقي التسريحة متكركبة، أروح مرتّبة التسريحة، أروح كده، 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 كده لحد ما ميعاد الصلاة بيفوتني، وألاقي الصلاة اللي بعدها جات ومش عارفة ألحق ده ليه ده وألحق مش عارفة إيه. فعشان نصلّي لازم أول ما تسمعوا الأذان سيبوا كل اللي أنتم بتعملوه وروحوا صلّوا. وطبعًا مش هننسى قيام الليل. يعني أنا مش محتاجة إن أنا أتكلم عن قيام الليل، كلنا عارفين قد إيه قيام الليل مهم. إن ربنا أصلًا في الوقت اللي هو بتاع التِلت الأخير من الليل، ربنا بيقول مين بيدعيني وأنا هاستجيب ليه. فطبعًا قيام الليل حاجة أساسية، أكنه أنا باتعامل مع قيام الليل ده أكنه فرض من الفروض. باحب كده بالليل كده والبيت هادي والدنيا كلّها نايمة، إن أنا أصلّي وأدعي، بيبقى أصلًا جو حلو أوي. فبرضه عاوزاكم إن أنتم تحاولوا إن شاء الله تنتظموا على قيام الليل بإذن الله. وطبعًا أنا عارفة إن في بنات بتتفرّج عليَّ، ممكن تكون لسه في الجامعة، ممكن تكون لسه في المدرسة، عاوزاكم برضه تستغلّوا الوقت في المذاكرة. يعني أنا حاسة إن أكتر وقت مناسب للمذاكرة في رمضان وهي تكون بعد صلاة الفجر. يعني تصلّوا أنا عارفة إن أنتم بتسهروا، عارفة إن أنتم ما بتناموش، تصلّوا وتقعدوا تذاكروا. ذاكروا حتى ساعة، بلاش تذاكروا خالص من بعد العصر، لإن الوقت ده أصلًا بيكون الواحد دايخ مش قادر، كل تفكيره في الأكل، مش هتكونوا مركّزين، فما تضيّعوش وقتكم في إن أنتم تقعدوا تحاولوا تذاكروا، وهتيجوا في الآخر إن أنتم ما حفظتوش حاجة، ما فهمتوش حاجة، ما ذاكرتوش أي حاجة. برضه الوقت بتاع بعد صلاة التراويح ده وقت كويس جدًا إن أنتم مثلًا تقعدوا تذاكروا من بعد الصلاة لحد الساعة 12، وبعد كده ممكن تناموا بقى من 12 لحد تصحوا قبل السحور، تتسحروا وتصلوا الفجر وترجعوا تعيدوا يومكم وهكذا. لإن أنتم كده، كده متعودين مثلًا إن أنتم تصحوا تروحوا المدرسة الصبح، فأعتقد إن ده بيكون أصلًا وقت الواحد فايق مركّز فيه، لإن أنتم متعودين على مروح المدرسة في الوقت ده.
وربنا إن شاء الله يوفقكم، وادعوا كده ربنا يكرمكم، واجتهدوا وذاكروا وقسوا عشان لكل مجتهد نصيب، وعلى قد ما هتذاكري على قد ما ربنا هيرزقك بدرجات على قد تعبك. عاوزاكم برضو انتوا كمان تدوني نصايح وتقولوا لي لو في اي حاجة بتعملوها في رمضان بتفيدكم، في ذكر معين، في دعاء معين بتحسوا ان هو بيفرق معاكم. عاوزاكم طبعا تشاركوني حاجة زي كده عشان انا كمان اعملها زيكم. وبس كده أنا قُلت كل الكلام اللي كان عندي، اكتبوا لي بقى الفيديو عجبكم والّا لأ، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.